السلام عليكم جميعا، معاكم جيهان. النهاردة هنعمل أكلة حرشة بقى زي ما بيقولوا كده، من الأكلات اللي هي تنفع سلطة وتنفع وجبة، يعني من جمالها صراحة. هنقطع البطاطس مكعبات، وهنقطع البتنجان، وعندنا فلفل اللي هو الحامي، بنقلي كده زي ما احنا شايفين، كله بيتقلي. حاولت اعملها في الفرن، طلعت طعمها مش حلو قوي صراحة، فمعلش هنقلل بقى على قد ما نقدر. بس صراحة في حاجات لازم قلي في الزيت، ما تنفعش لا اير فراير ولا الفرن، صراحة طعمها بيختلف. فبنحاول نقلل على قد ما نقدر يعني. زي ما احنا شايفين كل المكونات بتتقلي، وبنرفعها من على النار ونعمل بقى الصلصة بتاعتنا. لون الفلفل جميل جدا، بحبه قوي، الاحمر في الاخضر ده بيبقى بيفتح النفس قوي. هنعمل الصلصة ازاي بقى؟ هنجيب تومة زي ما احنا شايفين كده، تومة دايما مجمداها وطحناهم، وطبعا ونحط عليها الصلصة والكمون والملح والفلفل وحبة خل صغيرين، ونسيبها تتسبك كده. ونص معلقة سكر ما ننساهاش عشان الحموضة. وحطي بقى ملحك وفلفلك والحاجات اللي انت بتحبيها كلها بحسب طعم. بس وبعد كده بنحط بقى خلاص كل الطبق على بعضه والمقليات كلها على بعضها، وبنحط عليها رشة الصلصة. يعني هتبقى لو اتعملت سندوتشات دي هتبقى تحفة. يعني حاولوا برضو نقلل الأكلات شوية، احنا قبل رمضان بقى بنعمل الأكلات دي يومية كده، بتبقى طعمها حلو جدا وتفتح النفس. وبيبقى بقى مرة كده يوم، مش مرة، حاجات الجميلة بتاعتنا الحلوة دي والأكلات المصرية اللي تفتح النفس. ودي الصلصة حطيناها كده من فوق بألف هنا. ويهمني أسمع تعليقاتكم، لو حد طبق حاجة من الأطباق دي يعني ياريت يقولي ويصورها لي، أبقى سعيدة بيكم جدا. وميرسي لمتابعتكم، ودايما نشوفكم بخير يا رب. كل سنة وانتم طيبين. दिल लगी कि तेरे दिल को दिल लगी न लगे।